اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. احلى متابعين. زي ما انتم شايفين النهارده انا عامله كب كيك، عاملاه بشكل كده وديزاين معين. ده نازل ان شاء الله مع تورتايه. قلت الاول انزل لكم بالكب كيك. الكب كيك سهل قوي يا بنات وبسيط جدا، تقدروا تعمليه في البيت. هقول لك مكوناته دلوقتي على طول. انا هنا حاطه في درق الخلاط، ايوه عامله في درق الخلاط. حطيت نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزيت، وحطيت كوبايه سكر، وحطيت كل ده وابتديت ان انا الفه في الخلاط، وحطيت مع بيضه وشويه فانيليا سايله. تمام، كل ده لفته في الخلاط، وجبت هنا كوبايه من الدقيق وعليها نص كوبايه من الكاكاو البودر الخام وبذره ملح. الكلام ده كله لفيته مع بعضه زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده يا بنات قوام الكب كيك. قوام الكب كيك بيبقى تقيل شويه غير قوام الكيكه العاديه بتاعتنا. قوام الكب كيك بيكون تقيل زي ما انتوا شايفينه كده. تمام، يعني تقيل زي ده. ما تخافيش تقولي مثلا لا تقيل احط له شويه مثلا لبن او حليب، لا، هو ده قوام الكب كيك. المقادير اللي انا عملتها دي بتعمل معايا يا بنات 12 وحده كب كيك بالظبط. 12 واحده، يعني مش بتعمل 6 او 8، لا بتعمل 12. كان الاوردر مطلوب منه ان ده الكب كيك ده مع تورتايه ان شاء الله انزل لكم بيها في فيديو بكره. كان مع بعضه كده علشان شكل الديزاين واحد والشغل واحد. طبعا هنا يا بنات انا كنت مستعجله عشان بخلص الشغل اللي ورايا، فالكب كيك كده ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين هيطلع كبير قوي ما شاء الله، ارتفاعه حلو وزي الفل وهش وجميل. مره تانية باذن الله هصور لكم الكب كيك لما بيطلع ويكون شكله ايه. النهارده للاسف انا نسيت اصور الجزء ده، لان طبعا شغل عجينه السكر اللي بتحط على الكب كيك ده بتاخد وقت جامد قوي، وبجد بجد يعني بتكون مرهقه جدا. انا ما كانش عندي شكل الفيونكة ولا كان عندي شكل طبعا وش ميكي ماوس، فاضطريت ان اعمل كل الكلام ده بالحاجه الموجوده. يعني مش معنى ان الحاجه مش موجوده عندك ان انا لا، ده انا خلاص اربط نفسي بيها، لا. انا هنا جبت القطعه اللي انتوا شايفينها دي قطعه ورد كبيره، عملت منها الوردة كده كبيرة، وبعد كده قطعت كده الورد اللي هو ورق الورد ده عبارة عن قطعت كل واحدة لوحدها. هبتدي الزقهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، هيديكي شكل الفيونكة بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا كده تمام تمام. انا محتاجة كام واحدة على شكل وردة على شكل فيونكة؟ محتاجة 4، ومحتاجة 4 تانيين على شكل ميكي ماوس. والاربعة اللي لسه الاربعة اللي لسه دول هعمل فيهم ايه؟ هيكونوا عاديين بالكريمة بس. هي طالبة كده، طالبة ال 12 بالشكل اللي انا قلت لكم، 4 و4 و4. هنا ببتدي كده اعمل كده حتت كده سيور صغيرة ورفيعة. عاملة السيور دي ليه؟ علشان دي اللي هلف بيها الفيونكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل الفيونكة طبعا بيكون ليها كده زي دليتين كده من تحت، وبعمل لهم برضو اللي هي القصة بتاعة الفيونكة بالشكل ده كده. وطبعا عملت الفيونكة الحزام بتاعها اللي بيكون في النص بالشكل ده كده. تمام، هعمل كده واعمل معاكم كمان واحدة كمان عشان اوريكم شكلها بيكون عامل ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. في النص كده الحزام بتاعها. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل برضو اللي هو الشكلين بتوع الاطراف زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده. هعمل دلوقتي عملت 4 زي ما انتوا شايفين ركنتهم كده. ودلوقتي بقى يا بنات هعمل ايه؟ هعمل ال4 اللي هو بتوع شكل الوش بتاع الميكي ماوس زي ما انتوا شايفين كده. ادي كده عملت كده واحد ووريته لكم، دلوقتي هوريكم كمان الباقي. معلومة طبعا يا بنات، هنا انا بشتغل في عجينة السكر. بشتغل بعجينة السكر. بحط فيها ايه؟ بحط في عجينة السكر زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. عجينة السكر دي انا بشتغل بيها بيكون محطوط فيها نشا بس. بدهن ايدي نشا وبفرد على الارض نشا بس. الكلام ده الاشكال اللي هتحط على الكب كيك. اما لو انا هشتغل بعجينة السكر دي ومحتاجة عجينة السكر دي ان انا اعمل منها اشكال ثابته، بحط عليها ماده اسمها CMC. طبعا الCMC دي ماده بتكون حلوه قوي، بتخلي عجينه السكر تنشف وما تلزقش ولا اي حاجه. هنا عملت كده وش ميكي ماوس بالشكل ده. وطبعا هنا كنت بقطع بقى ايه؟ فيونكات اللي هي ورده، بس فيونكات صغيره خالص من اصغر قطعه ورد في الطقم اللي انا بقطع منه. يعني انا خدت اكبر مقاس وخدت كمان اصغر مقاس زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اقطع ورق الورد بالشكل الجميل ده كده صغير صغير. ده اللي انا هلزقه ببعضه عشان ده هيكون شكل الفيونكة اللي هتتحط فوق ميكي ماوس. طبعا يا بنات الديزاين والشكل ده كله بيكون من اختيار العميلة، هي اللي بتختار كل ده وانا بقول لها تمام وبتختاره وخلاص.
طبعا بيبقى في بينا وبين بعض تبادل افكار. هي بتقول مثلا هعمل كذا، لا ايه رأيك بالنسبة هيبقى شكله اشيك في العيد. الكلام ده كله بنتكلم مع بعض انا وهي بتبتدي انها تديني رأيها، وانا برضو بقترح عليها، ولغاية لما نوصل لنقطة معينة، وهي ان احنا نتفق، ونتفق برضو على كل مطلوب. بعد كده باخد كل الكلام اللي كان بيني وبينها، الحشو، الكيك، اللي هي التفاصيل، السعر، كل ده وبكتبه عندي في اجنده، تمام، عشان ما انساش، واعرف العنوان ورقم تليفون كل ده. يا اما هي حاليا دلوقتي يا بنات هما بيجوا يستلموا مني الشغل في قلب البيت كده. انا خلصت يعتبر الفيونكات، وكمان بقفل كده في شكل وش ميكي ماوس، بس بظبط كده الفيونكات كده، بضغط عليها ضغطة خفيفة. وطبعا دلوقتي يا بنات انا لازم الزق الوشوش دي اللي هي عجنت ميه كده، ببل كده طرف ميه كده، وببتدي الزق الودان طبعا انا كنت عاملاها دايره، بس عاملاها بقمع شغل استانلس. وابتديت ان انا قصيت من الدايره على دايره كده صغيره، والدايره الصغيره دي ابتديت ان انا اخد منها حته صغيره برضو منها ربعها كده، تمام. دلوقتي بقى هبتدي الزق كده الفيونكه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين شكلها بقى تحفه ازاي، وشكلها جميل قوي. بدي كل مره كل ما تحطي حاجه الشكل بيختلف خالص، وبدي شكل حلو قوي. ادي كده اول شكل ميكي ماوس، وبرضو حطيت لها كده كريسبيه في النص ابيض تخلف كده اللون وتخلي شكلها حلو قوي. شايفين كده دي يعتبر ودن ميكي ماوس. وهحط بقى هنا الفيونكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا كل ده انا الفرشه ميه، وببتدي ان انا الزق عجينه السكر في بعض، بتلزق معايا بمنتهى السهوله. هنا بقى هحط برضو ودان ميكي ماوس بالشكل ده. انا حاطه هنا على ورقه زبده. ليه بقى؟ لان ورقه الزبده حلوه قوي، بتنشف وبتكون حلوه، يعني لما تيجي تشيلي منها سهله. كده خلصنا يعتبر، لسه واحده بس هي اللي انا بخلص فيها، ولسه ان شاء الله تعالى شكل الفيونكة لسه برضو هحط عليها كريسبي برضو ابيض اطعمها بيه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. الكريسبي طبعا الابيض ده كان المفروض يبقى مكانه عجينة سكر لونها ابيض، بس انا قلت اختلف النهاردة واخلي النهاردة اللي عليها يكون كريسبي ابيض، هيدي شكل حلو ونكهة افضل كتير من عجينة السكر. يعني عجينة السكر في ناس كتير ما بتحبهاش، فقلت احط كده كريسبي يدي برضو شكل مختلف شوية، تمام. هنا بقى ببتدي ان انا اعمل ايه، ببتدي ان انا احط الكريسب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، واحده واحده هتلاقوا إيه ما شاء الله شكلها حلو قوي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده بقى هنيجي لتاني مرحله، وهي ان احنا هنجيب إيه الكب كيك ونحط عليه الاشكال دي. بعد ما بحط عليه الاشكال دي بدخله التلاجة تاني. الاشكال دي يا بنات انا بعملها واسيب الكب كيك في قلب التلاجة، ولما قرب كده ما اجي التسليم قبلها كده بربع ساعة ببتدي ان انا احط بقى الاشكال دي عليها واسيبها. لان طبعا انتوا عارفين ان عجينة السكر هتعرق وهيبقى شكلها مش لطيف خالص وشكلها مش حلو ابدا. هناخد بقى هنا الفيونكات بعد ما خلصتها وابتدت تلمع كده، هحطها على ورق الزبدة زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. هحطها كده على ورقة الزبدة. هشيل بقى المفرش السيليكون، وهجيب هنا بقى ايه، هجيب الكب كيك زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكله؟ طبعا يا بنات بعتذر ان حته الورد ما جاش، او انا بحط الورد ما جاتش، فمعلش ان شاء الله مره تانية اعملها لكم. فدلوقتي ببتدي احط كده اشكال اللي بعجينه السكر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. شكله حلو قوي وعجب صاحبته جدا زي ما انتم شايفين كده. ببتدي كده اخرجه كده بالراحه، تمام كده. ده الشكل النهائي كده للكب كيك بتاعنا. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويكون يا رب استفدتوا كده بحاجه مفيده ولو حاجه صغيره قد كده. ده كان فيديو بتاع كب كيك ديزاين معين لعيد ميلاد طفل. اقول لكم في رعايه الله ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وقولوا رايكم في كومنتات.